انا لو قعدت قدام المحل اليوم بحاله مش هقدر اكمل البيتزا دي. النهارده هجرب يمكن اغرب بيتزا في العالم. احنا لو فكرنا في مكونات البيتزا دي يعني ميكس غريب جدا. يعني هي بيتزا فراخ عليها موز، عليها اناناس، عليها سوداني، وعليها كوري. فهنشوف النهارده هل فعلا حلوه ولا وحشه. تعالوا بقى نشوف البيتزا دي زي ما عمرو الهادي بيقول اختراع ولا في الضياع. نفتح كده ونقول بسم الله، اللهم صل على النبي. يعني موز محروق على اناناس على كوري على معرفش ايه، فخلينا نجرب ونقول بسم الله وعلى الله التسهيل. بيتزا غريبة على المسرح، بيتزا مولعة. بسم الله. لا بتهزروا والله العظيم بتهزروا. لا يا جماعة اقسم بالله صعبة، لا صعبة جدا بجد. لا الموز داخل سايح كده و انا قلت مثلا بيتزا ممكن تعجبني، هحاول ابقى اوبن مايند، لكن ايه ده؟ لا يعني كل واحد ليه ذوق مختلف، بس موز مع اناناس مع فراخ مع كوري سوداني، طعم في الترالولي خالص. يعني نفسي البيتزا دي تنزل مصر والفود ريفيورز يجربوها. هنحاول حتة موز على حتة اناناس على حتة فراخ كده زي ما تشبين ودن القطة. لا انا لو قعدت قدام المحل اليوم بحاله مش هقدر اكمل البيتزا دي والله. مش عارف الناس اللي بتطلب البيتزا دي ازاي عجبهم الطعم ده، يعني شيء غريب جدا.